شنو هي حكايه سيدي بوحديد؟ سيدي بوحديد هو سيدي بوحديد مقام من مقام الاولياء كما كل سيدي بن عيسى وسيدي عبد القادر وسيدي دو هذا مقام. مقام القبر مازال فيه ولا؟ لا لا لا, لا. نعم. هم المقامات كلهم يقوموا على اساس يدفن في بغداد، وسيدي عبد القادر الجيلاني مشهور في بغداد، فهمتني ولا؟ مثلا السيده زينب، فهمتني ولا؟ موجود مقامها في مصر، موجود مقامها في سوريا، موجود مقامها، هذوما يبنيوا لهم مقامات كيف ما التاريخ نتاعها، ويعملوا معناها كيفاش يقولوا انشاد الصوف نتاعها. فهمتك. انشاد الصوف كيما التيجانيه مثلا اللي جات من المغرب، كيما القادريه، كيما العيسويه. هذا سيدي عبد القادر سيدي بوحديد هو جاف من روايات عديده متعدده، سواء كان جاء من المغرب الساقية الحمراء او جاء من الشرق هم كلهم جاوا من الساقية الحمراء اللي جاوا لتونس، كلهم الساقية الحمراء، حتى موجودين حتى في شيرة الجنوب التونسي كلهم الساقية الحمراء الولي. كيفاش الفكره جاتكم باش تتقابلوا كل حد؟ لا ديما نسجل. لا حلو برشا الكلام اللي قلته لي. لا والله هي شوف العمليه جايه معناها من فكره بسيطه، واننا في حمامات كبقية المدن التونسية ديما الاجتماع في مقر وتوقع فيه الحديث حول ما يجمع المدينة من تراث، من حديث، من حكايات، من روايات، ومن أدبيات. احنا السور هذايا داير المدينة اللي هو معناها سور حفصي تبنى على عدة مراحل، ما تبناش على مرحلة وحيدة يعني في التاريخ، ويسمى القصر التسمية التاريخية نتاعو. واحنا مجموعة من المواطنين، صاحب المحل هذايا فهمني عنده رغبة في أن تقام يعني حلقات وجلسات فكرية ثقافية اجتماعية تهتم بشعار كنت أحكي عليه، هو نبحث في ما يجمعنا. يعني أهل المدينة مش معنى شجرة نبتة يعني أي حاجة تجمعنا. بدأت الناس كل ما عنده من شيء معناها محتفظ به يأتي ويروي ما يعطي معناها حديث حلوة برشا. حلوة برشا. لا وبارك الله فيه، هذه قليل مولا قهوة يعمل هكا ولا شنو؟ احتراماتي ليه، هو مش موجود. احنا أخذنا معناها الجانب مثلا الفلاحة البحرية، وهي دائما فيها قصص ومغامرات عاجبين بالفلاحة. والبحارة عنده برشا حكايات. البحارة عنده البحر وخصوماته مع البحر وكيف يصارع البحر، ومعنى عنده أقصوصات معناها كثيرة. أخذنا كل رايس عنده قصة، هذوما الرياس معناها ما شاء الله الحمامات، وكل واحد عندنا معها قصة وثبتنا رواية. ما عندناش تاريخ مكتوب، حبينا نعمل تاريخ يعني بالذاكرة يعني الفات اللي يحكي وكل بعد كله مسجل عندنا ومكتوب، فهمتني ولا؟ ومن يهتم بهذا نحن نعطي معناها بغزارة. وانت تتكلم بالعربيه الفصحى، تطلعش استاذ ولا ربما. لا سير ثم من خلال التوانسه اللي يحكيوا معايا بالعربيه الفصحى يا استاذ، ثم انه معناها ثم حاجه. قطع عندنا جانب يهتم بالفلاحة وبالتاريخ، وعندنا جانب ثقافي شعراءنا بشعراء المدينة المرحوم محمد بوذينة اللي أغانيه تغنت به معنا أكبر وأشهر المطربات وأشهر المطربين في تونس، مئات الناس اللي غناوا له، فهمني. عندنا نفس الشيء قصة أخرى طريفة جدا، أن في تاريخ حمامات في الحلقة السابقة كنا تحدثنا على المرحوم محمد بشوش، هو أحد ثلاثي أبو القاسم اسمه الشابي ومحمد الحليوي ومحمد بشروش، هذا الثلاثي فهمتني ولا؟ جات الصدف ان اشتهروا الاخرين اكثر لكنه له تاريخ في حمامات، كان معلم في مدينه حمامات واقام فيها سنين، واصدر فيها الاعداد الاولى من مجله المباحث، من المباحث التي لعبت دور في تنشيط الذاتيه التونسيه في فتره الاستعمار. ونعطيك هنا يعني من بين ما ذكره في هذه النقطه بالذات على الشخصيه التونسيه والذاتيه التونسيه، ان هناك مزية كبرى تمت في هنا مدينة حمامات عندما وقع الاحتلال الفرنسي من طرف الألمان في الحرب العالمية الثانية، وجاءت حكومة فيشي، فر كثير من المسؤولين من الفرنسيين في المقاومة الفرنسية تركوا بلادهم. شكون جاء الحمامات؟ جاء إدغار فور تعرف الذي أمضى اتفاقية الاستقلال وسكن في نزل أوتيل دو فرانس اللي هو توك مقر بلدية حمامات، مختفيا من الألمان ومن الموالين لحكومة فيشي. مدير النزل هناك جاك بوجون كان فرنسي، وكانت له ميولات إلى حكومة فيشي، فهمني. شلق به، فاق به. شكون احتضنوا؟ سي محمد بشوش.
وقعد خباه عنده، وقعد يفسر له ويشرح له. من بعد كيف به هرب به من هنا لدار شعبان. دار شعبان الفهري لانه هو اصله اصيل من سكان المدينه، ولبسوا جبه وقشابيه وكبوس فهمني ولا، وخليها مخفي على الفرنسيين. ومن بعد يذكر ادغار فور في المذكرات نتاعو، ارجع للمذكرات نتاعو، يقول لك ادغار فور انا عندما في الفتره هذه تعرفت على المرحوم محمد البشوش، وهذا يذكر ابنه الدكتور توفيق البشوش، يقول عندما جئت لتونس ومزايا ما صار تعلمت سياسة المراحل، سياسة المراحل تعلمتها من محمد بن بشوش، ومحمد البشوش ذكر لي كيف يمكن معنى دفع في التفكير في التخلص من الاستعمار. لأنه شنو قال لي؟ البشوش قال له أنت شبيك هنا؟ قال له أنا هرب من الاحتلال الفرنساوي، من احتلال ألمانيا إلى فرنسا. قالوا وأنت تعرفش روحك جيت لبلاد اللي محتلة من طرف فرنسا. وبدأ يشرح له في الموضوع هذا. يذكر ادغار فور يقول أنا يعني أخذت الفكرة، بدأت تراودني كيف أن فرنسا تبدأ في تخلص من مستعمراتها من خلال الحمامات. وهذه هي بعض الذكريات اللي احنا في ندواتنا نقيمها. يرحم ترابك يا سي بشوش هكا ولا يا شبيبه فيقوا ها التاريخ، ها التاريخ الصحيح نتاع البلاد. سي مختار عضو في جمعيه الصداقه التونسيه التركيه هكا ولا لا؟ سي مختار فصيح في العربيه ما شاء الله. ها؟ استاذ رياضيات. انا مشيت لا في نفس الوقت عندنا جمعيه اخرى اللي جمعيه الصداقه التركيه التونسيه، واللي تعرف اللي التواجد التركي في العهد يعني العثماني تواجد برشا، حصيله ما شاء الله على الفصاحه. واللي حاب يزيد يعرف حكايات اخرين يجيكم نهار حد في عند سي بوحديد. فوالا مقهى سي بوحديد، ركن تحت القصر. تحت القصر. الدقيقة الوحيدة اللي فيها سي مختار خذا بوز يعمل في قهوة، الخطر فصيح على بعضه ما شاء الله نفسله. هكا لا ما تزيد الخطر نعرفك تو كانت تبدا توفالي 10 دقائق اخرين استحي احتسي القهوة. هو هذه من بين الاشياء اللي فيها لذة. كانوا على القسيمة احنا عندنا الغروب في حمامات، غروب الشمس حاجة معناها اللي هي عالمية. يخرج من القهوة يسقى وفي يده ويمشي بنك غادي ويمشي يقعد على القسيمة، نسميوها القسيمة يعني هذيك اخر الباركينج، ويقعدوا يستناو في سقوط قرص الشمس وراء قمم جبال زغوان، وهي تنزل قطرة ويترشح في القهوة كأنه يساير سقوط الشمس وراء الجبل. يا حبيبي